معلمة في الجزارة من صغرها وبتلعب بالفلوس لعب وبتلبس دهب بالكوم، شعرها الإيد الشقيانة كسبانة والمال الحلال اهو. بتحب لبس الأولاد من وهي صغيرة وبتلبس جلابية بلدي رجالي وعمة، وبتحب الفن وبتفكر تفتح شركة إنتاج. ليها موقف غريب مع الفنان محمد صبحي ونفسها تبقى زي نادية الجندي. إيه حكاية المعلمة أميرة حندوقة أصغر جزارة في مصر؟ تعالوا نشوف. في مدينة الباجور، البلد اللي أهلها جدعان، طلعت حكاية ست مختلفة، ست كسرت كل القواعد وقررت تكتب اسمها بإيديها وبعرقها. والحكاية دي حكاية المعلمة أميرة حندوقة، الست اللي من وهي عيلة صغيرة عرفت إن الحياة مش بتدي حاجة بالساهل، وإن اللي عايز يعيش مرفوع الراس لازم يتعب ويشقى. أميرة من صغرها ما عرفتش الدلع ولا حياة الراحة، بالعكس نزلت الشغل وهي عندها 10 سنين بس، سن ناس كتير فيه بتلعب وبتجري في الشارع، لكنها كانت واقفة جنب أبوها في الجزارة بتتعلم في السلخانة يعني إيه تعب ويعني إيه الجنيه بيجي بعد مجهود. وكانت شايفة أبوها بيتعب، فقررت من بدري إنها تبقى سند لنفسها وإنها تتعلم الصنعة اللي ناس كتير كانت شايفاها صعبة حتى على الرجالة. وكبرت أميرة وكبرت معاها الشخصية القوية، ودخلت السلخانة وهي لسه صغيرة واتمرمطت لحد ما صنعت منها ست ب100 راجل، وبقت أصغر جزارة في مصر. وفي المحل بتاعها دايما تلاقي العروض على اللحمة مغرية علشان كل الناس تاكل لحمة بلدي، لحد ما باعت الكيلو ب200 جنيه. وده بيظهر في الفيديوهات اللي بتنزلها على حسابها على فيسبوك واللي عليه متابعين بعشرات الآلاف. والمعلمة أميرة مش بس ست شاطرة في شغلها، دي كمان شخصية ليها طابع خاص. من وهي صغيرة بتحب لبس الولاد، وكانت حاسة إن الجلابية البلدي والعمة بيدوها هيبة وشخصية، وفضلت على ستايلها لحد النهاردة، وبقت علامة مميزة في الباجور والمنوفية. وأي حد يشوفها يعرف إن دي أميرة حندوقة، المعلمة اللي ليها حضور واللي بتحب تظهر بطريقتها. وكمان المعلمة أميرة حندوقة بتحب تلبس دهب كتير كنوع من الزينة والفرحة بتعبها وشقاها. ورغم إنها ست قوية وشخصيتها جامدة، لكنها في نفس الوقت أم وزوجة ناجحة، متجوزة وعندها 4 عيال رغم إن عمرها 30 سنة، وبتحاول توفق بين بيتها وشغلها ومسؤولياتها. والأجمل من ده كله إن جوزها واقف في ظهرها وفخور بيها، ودايما بيشوفها إنها ست ب100 راجل. والمعلمة أميرة لما ظهرت قدام ترابيزة مليانة فلوس ما حاولتش تدعي إنها صاحبة الفلوس أو تعمل شو، لكن قالت ببساطة إن الفلوس دي لواحد من رجال الأعمال في الباجور، وإنها بس كانت عايزة تتصور معاها. لكن طموح أميرة موقفش عند الجزارة وبس، جواها حلم كبير إنها تدخل مجال الفن والتمثيل، ونفسها تظهر على التلفزيون وتقدم دور يشبه شخصيتها الحقيقية، معلمة جزارة قوية وجدعة. وبتحب الفنان أحمد العوضي وتتمنى إنها تمثل قدامه، وكمان نفسها تشتغل مع محمد عادل إمام. وبتحب جدا نادية الجندي ونفسها تعمل دور زيها معلمة جزارة. حتى مواقفها الطريفة بتبين شخصيتها، لما حكت عن إنها كانت عايزة تتصور مع الفنان الكبير محمد صبحي، وقالت إنها كانت عايزة تتصور معاه ولكن زيزو نط في العربية وأنا مش قليلة علشان أتحايل عليه. وأميرة حندوقة مش مجرد معلمة جزارة، دي قصة كفاح وصورة لست مصرية أصيلة عرفت تبني نفسها من الصفر وتربي ولادها وتحافظ على بيتها وتنجح في شغل ناس كتير استبعدت إنها تنجح فيه. وهي لسه عندها أحلام أكبر، وبتقول إنها ممكن تفتح شركة إنتاج وتشغل شباب كتير محتاجين فرصة. وده بيثبت إن الست دي مش بس ناجحة لنفسها، لكنها كمان نفسها تكون سبب خير لغيرها.